صحابي وصحباتي وحشتوني جدا جدا قوي خالص. حبايب قلبي كتاكيت برايمري 1 وصلنا النهاردة مع بعض ليونت 3 I love my family. وزي كل مرة هقول لكم وافكركم احنا بنشرح اليونت كله في حلقة واحدة بس، تقدروا تقسموا اليونت وتتفرجوا عليها جزء جزء. Who's in my family? Who's in my family؟ هنبدأ نتعرف على my family، عائلتي. عندي أب يعني father. مهم قوي قوي وانا بنطق الكلمة دي يا كتاكيتي يا صخنانين ان احنا نطلع لساننا لما نيجي ننطق ال TH، فبقولها father. وأم mother. برضو لازم اطلع لساني. هل هطلع لساني كله؟ لا، بس انا بحاول اوريك وبحاول اخليك تشوف لساني وهو طالع بين اسناني. mother. طيب اخ brother. اخت sister. يبقى انا عندي father mother brother sister. نيجي هنا الوالدين parents. جد grandfather. جدة grandmother. طيب عندي هنا في كلمة parents أنا عايزة أقول لك حاجة مهمة وعايزة أعرفها لكم، وهي كلمة parent. هنا we pronounce letter T. But when we add S كتاكيتي، لما هنيجي نضيف S to the end of the word، لما أحب أجمعها بقى وأضيف لها S هقولها parents. ما بننطقش هنا حرف التي، بيكون silent letter، يبقى أنا هقولها هنا إيه؟ parents. طيب بعد كده هلاقي عندي صورة picture. يظهر show. يشير إلى point to. يشير إلى point to. بالتأكيد sure. حبايب قلبي لو عايزين نسمع الكلمات مرة واثنين وثلاثة من غير ما نفتح الفيديو، نقدر نشترك على قناة التليجرام، هتلاقوا عليها فويس في الكلمات، نقدر نعيد ونسمع الكلمات مرة واثنين وثلاثة. بعد كده هلاقي عندي هنا pop quiz، جايب لي كلمة حروف متلخبطة وبيقول لي يلا بقى يا شاطرين يا كتاكيتي وروني هنرتبها ازاي. طبعا انا عارفة ان ولادي وبناتي شاطرين قد الدنيا وحفظنا الكلمات وهنرتب بكل سهولة، حتى زمانهم كتبوها على طول. اول واحدة هنا وهنكتب sister اخت. number 2 قال لي ايوه دي اسمها mother. number 3 قال لي يا مس دي الفاميلي، العيلة family. بعد كده هنلاقي عندي هنا قال لي listen to the following dialogue. تعالوا نستمع للمحادثة دي. هاي سارة، هاي مايا. يبقى أنا عندي سارة ومايا. who is this؟ ومايا هنا بيقول لي إنها بتشاور على صورة، فبتقول لها who is this؟ من هذا؟ فراحت قالت لها this is my father and this is my mother. هذا يكون أبي أو هذا هو والدي وهذه والدتي. They are my وهم يكونوا parents. يبقى بابا وماما، يلا نكرر مع بعض father mother، والاتنين دول هقول عليهم parents father mother parents. يبقى أنا عندي الأب والأم الاتنين هقول عليهم والداي parents. my parents. Oh nice. Do you have any brothers؟ قالت لها هل لديك أي أخوة؟ قالت لها yes I have one brother. قالت لها أيوة أنا عندي أخ.
Cool. I have two sisters. I have two sisters. قلت لها رائع. أنا عندي أختين. Can you show me their pictures? ممكن توريني صورهم؟ لها sure. I'll show you pictures of my whole family. قلت لها بالتأكيد. I will show you pictures of my whole family. قلت لها أنا هوريكي صور لكل العيلة بتاعتي. تعالوا نسمع كمان مرة. Hi سارة. Hi Maya. Who is this? Who is this? This is my father. This is my father. And this is my mother. And this is my mother. They are my parents. They are my parents. Oh, nice. Do you have any brothers? Do you have any brothers? Yes, I have one brother. I have one brother. Cool. I have two sisters. I have two sisters. Can you show me their pictures? Can you show me their pictures? Sure. I will show you pictures of my whole family. And this is the picture. ودي صورة العيلة. عندي هنا father وعندي mother, grandmother, grandfather and brother. وهنا هي بتوريها صورة باباها ومامتها والجد والجدة وكمان أخوها. هنا بقى قال لي to ask and answer who a person is. علشان أسأل عن شخص أو مين الشخص ده. يعني ده يطلع لك قريبك ولا ده مين ولا صاحبك ولا ايه. قال لي علشان أسأل عن شخص ومين الشخص ده قال لي هقول who is this. 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 يبقى من هذا أو من هذه. Who is this. Who is this. من هذا. Who is this. من هذه. Who is this. يا مس كرريها كتير قوي عشان نحفظها مع بعض. عشان انا عارفه ان كتاكيتي الحلوين اللي بيكتبوا لي في الكومنتس ان هم فاهمين وشاطرين بيكرروا معايا علشان السؤال ده عايزين نحفظه. عشان اكيد يا مس هنشوفه في الترتيب. صح، برافو عليكم. طيب لما هاجي اجاوب هقول ايه؟ قال لي هقول this is my sister. مثلا يعني this is my sister. هذه تكون أختي. أو this is my mother. هذه تكون أمي. أو this is my father. هذا يكون أبي. يبقى أنا لو جالي سؤال وقال لي who is this هجاوب وأقول this is my وأقول الشخص ده مين. طيب تعالوا كده نشوف هنا. who is this. This is my mother. Who is this? This is my mother. من هذه؟ هذه أمي. من هذه؟ هذه والدتي. Who is this? This is my mother. قال لي whose اللي هي equal who is. أنا لو عايز أختصر who is هقولها whose. Who. Number 2 بيقول لي to talk about your family members. علشان أتكلم عن أفراد الأسرة هقول إيه؟ قال لي لو في اسم مفرد واحد اللي هو إحنا بنقول عليه singular noun. يعني إيه singular noun؟ شخص واحد أهو. فهقول this is my brother. This is my sister. مثلا هنا يبقى أنا لو هتكلم عن شخص واحد هو هنا بيقول لي علشان اتكلم عن افراد العيله او افراد الاسره. لو هتكلم عن شخص واحد فهقول this is my. This is my. This. مس انت طلعتي لسانك لما جيتي نطقتي التي اتش. برافو عليكم. ده اللي انا عايزاكم تاخدوا بالكم منه. علشان انطق التي اتش بطريقه صحيحه لازم اطلع لساني. فهنا لما جه قال لي this is my انا قلت ايه؟ This is my وهقول الشخص اللي انا هتكلم عليه. ده لو كان حد واحد بس. طيب لو كان اكتر من شخص
مثلا أنا عندي أخين، فقال لي هتقولي they are my brothers. They are my brothers. يبقى هنا ايه؟ قال لي هنا يا مس احنا جبنا plural noun اسم جمع. plural noun اسم جمع. They are my parents. They are my parents. دول بابا وماما والدي. They are my parents. They are my parents. اوكي. بعد كده هنا قال لي using verb to have. تعالوا نستخدم مع بعض verb to have. قال لي to talk about your family علشان برضو تتكلم عن العيلة بتاعتك. فهنا قال لي I, we, you, they. وعندي هنا have. وعندي هنا ايه؟ have معناها لدي، أنا عندي. فأنا مثلا عندي أخت واحدة، فهقول ايه؟ قال لي هقول I have one sister. عفوا I have one sister. أنا عندي أخت واحدة. أنا لدي أخت واحدة. I have one sister. طب لو عندي أخين قال لي هقول I have two brothers. I have two brothers. يبقى أنا هنا في أفراد العيلة شفت إيه؟ قال لي شفت إزاي أقول أنا عندي أخت أو أنا عندي أخ أو أنا عندي جد أو أنا عندي جدة. هقول إيه؟ قال لي هقول I have to ask and answer about family. لو حد سألني وأنا عايز أجاوب عن الفاميلي أو أنا عاوز أسأل هعمل إيه؟ قال لي هقول Do you have any? Do you have any? Do you have any sisters? Do you have any brothers? Do you have any grandparents? يبقى أنا هنا لو حبيت أسأل هقول Do you have any؟ طيب Do you have any إيه؟ قال لي ممكن نقول Do you have any sisters؟ هل عندك أو هل لديك أي إخوات؟ لما أجي أجاوب قال لي هقول Yes I do لو أنا عندي. طيب ولو أنا مش عندي قال لي هقول No I don't. No I don't. يبقى هنا Yes I do. No I don't. Yes I do. No I don't. يبقى هنا لو جه سألني وقال لي Do you have any sisters؟ ها جاوبوا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. Do you have any sisters؟ Yes I do. No I don't. Yes I do. No I don't. يبقى أنا كده عرفت السؤال لما يجي أهو يقول لي Do you have any sisters؟ No I don't. لا مش عندي. تعالوا بينا يلا للبوب كويز. قال لي look and write. Who is؟ راح مجاوب وقال This is my grandfather. يبقى هقول ايه؟ قال لي هقول Who is this؟ برافو علينا. Number 2 is this. فجاوب وقال لي This is my father. يبقى قال لي هسأل يا مس بهو. من هذا؟ Who is this؟ Who is this؟ من هذه؟ جاوب وقال لي This my mother. أيوة عرفت. يبقى هقول This is my mother. Number 4 Who is this؟ قال لي is my sister. يا ترى هقول ايه؟ أنا عارف. هقول This is my sister. طيب نيجي هنا قال لي يلا choose the correct answer. تعال نختار الإجابة الصحيحة. This my father. قال لي على طول this is. احنا حفظناها خلاص. I have two. يبقى أنا عايزة plural noun اسم جمع. قال لي I have two sisters. تمام. Number 3 قال لي هنا this ولا they are my parents. قال لي هو أنا ما أقدرش أقول this are. أمال أقول إيه؟ قال لي they are my parents. بعد كده هيبقى عندي هنا أول homework في اليونت بتاعنا. هنحفظ أفراد العيلة وهنكتبها بخط حلو جدا جدا زيكم يا شطار. هنوصل مع بعض ل exercise general exercise on lesson 1. هلاقي عندي هنا بيقول لي this is my grandfather. قال لي put tick or cross. okay this is my grandfather. قال لي tick. this is my sister. قال لي cross. لا ده مش السيستر. طيب
This is my family. قال لي تك. أيوة دي my family عيلتي. This is my father. ده شكله بابا فعلا أهو. قال لي أيوة ده بابا. This is my father. نيجي بعد كده قال لي تقى is my. تقى هتبقى my brother. قال لي لا طبعا هتبقى my sister. Number 2, my father, mother and sister are my family. قال لي is this. قال لي this is my grandfather. يبقى أقول إيه؟ قال لي هقول who is this? This is my grandfather. Number 4, this is my. this is my هقول إيه؟ قال لي ده هنا عايز singular noun but this is my father. Number 5, they my parents. يبقى هقول they are my parents. باقي الاكسرسايز أنا هسيبكم أنتوا يا كتاكيد علشان تحلوه ولو عاوزين تشوفوا الإجابات الصح هتلاقوها عندنا على قناة انتجرام. ما تنسوش تشتركوا فيها. نيجي هنا بقى يا أصحابي لفونكس تايم. دلوقتي معانا درس الفونكس بتاعنا. وفي درس الفونكس عارفين إن إحنا كل مرة بنشوف حرف وبنتعرف على صوته وكمان بنسمع كلمات فيها الصوت ده. النهارده معانا letter N and the sound is N. طيب هنا عندي N nose. N neck. N neck. N net. N net. N nurse. N nurse. N nail. N nail. يبقى أنا شفت النهاردة معانا letter N and the sound is N. طيب هنا كان عندي nose neck كمان net nurse nail كمان هنلاقي عندنا النهارده letter جديد وهو P. أصحابي عاوزة أقول لكم إحنا محتاجين نبقى أقوياء جدا جدا علشان نعرف نقول الحرف ده فهنقول P. P. We push air out of our mouth. We push air out of our mouth. نطلع هوا وندفع هوا من بقنا ونقول P. And the sound is P. برافو. أول حاجة عندي pencil. pencil. pizza. parrot. potato. panda. يبقى احنا كده شفنا مع بعض how to pronounce letter P and the sound is P. اوكي هنيجي بقى دلوقتي على طول يا مس وهنروح للبوب كويز. قال لي circle the objects that start with letter N. تعالوا نعمل circle على الحاجات اللي بتبدأ بletter N. قال لي nail nurse neck. ايه كمان يا مس؟ قال لي عندي net. اوكي كده حليناها بكل سهولة. بعد كده هنا قال لي look and circle the beginning letter. تعالوا نعمل circle على أول حرف. هنا قال لي potato nose panda pizza. look and write words ودي أنا هسيبها لكتاكيتي علشان نشوف حفظنا الكلمات ولا لأ. بعد كده هيجي هنا عند writing هنكتب مع بعض letter N بالdirections الصحيحة وقلنا قبل كده إنها مهمة جدا جدا. مهم قوي أبقى عارف إن أنا عندي line number 1 2 3 4 وعلشان أكتب الحرف ده باتجاهاته الصحيحة هاجي هنا وأعمل line down slash down line up capital N small n line down one hill small n line down slash down line up capital N line down one hill small n. وكده احنا كتبنا مع بعض letter N. تعالوا بقى هنا هنكتب الكلمات علشان نحفظها وبعد كده هنيجي نكتب letter P. قال لي letter P هبدأ الكابيتال P من عند اللاين نمبر 1 وهعمل
lying down half a circle lying down half a circle. طيب small p قال لي هاجي عند اللاين number 2 وهعمل lying down small half a circle lying down small half a circle. مرة كمان lying down small half a circle lying down small half a circle. P P P capital P and small p. وكده احنا شفنا مع بعض ازاي هنكتب letter N وازاي كمان هنكتب letter P. بعدها على طول هنروح للهوم وورك بتاعنا علشان نكتب الكلمات ونحفظها. هنوصل مع بعض ل general exercise in lesson 2 وهاجي هنا قال لي read and tick or cross. يا إما هعمل صح يا إما هعمل غلط. This is my pencil. قال لي لا طبعا يبقى هنا cross. Number 2 she is a nurse. قال لي أيوة صح tick. It's my neck. It's my neck. قال لي صح tick. It's a parrot. قال لي yes برافو علينا parrot. It's a parrot. طيب بعد كده هنا قال لي look read and circle. تعالوا نقرأ ونعمل circle. Number 1 nail nail. Which one is nail؟ قال لي this. Okay. Panda panda. This is a panda. Number 3 net. Yes this is a net. كده احنا حليناها بكل سهولة. هنيجي هنا وهنرتب الحروف علشان نطلع كلمة صحيحة. أول واحدة قال لي nose. Number 2 pizza. Number 3 neck. Number 4 قال لي pencil. وكده حلينا السؤال ده بكل سهولة. طيب هنا بقى قال لي look read and complete pencil neck nose. هنكمل الجمل اللي عندنا. This is my. هنا الصورة ايه؟ قال لي this is my nose. Okay. Number 2 قال لي this is my. قال لي pencil. This is my pencil. بعد كده هنشوف الصور وهنكتب احنا الكلمات تحتها. طيب هنا أنا عارفة إن السؤال ده كلنا بنحبه وهو سهل جدا جدا. أول واحدة neck. تعالوا نوصلها to net. Number 3 nose. Number 4 panda. وكده احنا وصلناها بكل سهولة. طيب كده خلصنا مع بعض lesson 2 ويا أبطالي وصلنا إلى lesson 3 كتاكيتي. وصلنا مع بعض بكل سهولة ل lesson 3. قال لي numbers from 1 to 5. بس كده يا مس ده أنا حافظ كتير جدا جدا. أنا عارفة إن أنتوا شاطرين. تعالوا كده نشوف مع بعض النمبرز. قال لي هنا 1 2 3 4 5 1 O N E 1 O N E 2 T W O 2 T W O 3 T H R E 4 F O U R 5 F I V E. احنا كده حفظنا مع بعض النمبرز وعرفنا 1 2 3 4 5. اوكي بعدها على طول جه قال لي عندي حائط يعني wall. زهرة flower. من فضلك please يعد count. شكرا thank you. Write the missing number. هنكتب الرقم اللي مش موجود. 1 2 3 4 5. حليناها بكل سهولة.
نيجي بقى الجزء listening and speaking. طيب هنعمل ايه؟ قال لي يلا يا مس. How many books do you have؟ كم عدد الكتب لديك؟ يعني هو هنا علشان يسألني على عدد قال لي how many books do you have؟ how many books؟ كم عدد الكتب؟ قال لي let's see، يلا نشوف. 1 2 3 there are 3 books. There are 3 books. عمر points to a picture on the wall with some flowers. وعمر بيشاور على صورة على الحيطة فيها بعض الزهور. راح قال لي Can you count the flowers؟ Can you count the flowers؟ هل يمكن أن تعد الزهور؟ راح قال له Okay 1 2 3 4. There are 4 flowers. There are 4 flowers. What else can you see؟ وماذا تستطيع أن ترى أيضاً؟ What else can you see؟ قال له There is one sun. There is one sun. Ali, look, I have 5 apples. Ali, look, I have 5 apples. انظر أنا معي 5 تفاحات. 5 apples. Do you want one؟ عاوز واحدة؟ Do you want one؟ Yes, please. ممكن؟ أرجوك من فضلك. I have 1 apple now. I have 1 apple now. Thank you. Thank you. Thank you. يبقى هنا قال لي How many books do you have؟ Let's see. 1 2 3. There are 3 books. Can you count the flowers؟ Okay. 1 2 3 4. There are 4 flowers. What else can you see؟ What else can you see؟ راح قال له There is one sun. There is one sun. Ali, look, I have 5 apples. Do you want one؟ Yes, please. I have 1 apple now. I have 1 apple now. Thank you. Thank you. وكده احنا شفنا مع بعض لو أنا عاوز أجمع اسم مفرد. هنا جه قال لي يا مس أنا شفت عندي كلمة 1 apple وعندي كلمة 5 apples. ده معناه إيه؟ قال لي ده معناه إنه السنجلر noun 1 apple لو أنا عاوز أجمعه وأخليه plural we add s. بضيف له s. We add s. 1 apple 2 apples. 1 apple 2 apples. 1 apple 2 apples. 1 bag 3 bags. 1 bag 3 bags. يبقى لما يكون عندي singular noun وانا عاوز اجمعه انا بعمل ايه؟ قال لي بضيف له s. We add s. We add s. Okay. هنا 1 book قال لي 3 books. طب بصوا كده 1 bag. 1 bag قال لي أنا عايز أجمعها. قال لي يعني ممكن أقول 4 bags. قال لي بالظبط 1 bag 4 bags. 1 bag 4 bags. برافو علينا. طيب قال لي بقى عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة قوي. أنا عندي كلمة butterfly. butterfly قال لي لو أنا عاوز أقول إنه في على الشجرة 3 butterflies هقولها إزاي؟ قال لي مس أنتي قلتيها، قلتي butterflies. إيه ده؟ أنا قلتها بس تعالى أقولك لو جينا نجمعها هنجمعها إزاي؟ قال لي أنا عندي كلمة butterfly. الكلمة دي بتنتهي بواي وقبل الواي في consonant letter حرف ساكن. علشان اجمعها هعمل ايه؟ قال لي هشيل الواي. طب وهعمل ايه؟ قال لي هحط IES. مادام الكلمة بتاعتي اخرها واي وقبل الواي في حرف ساكن consonant letter. ركزوا أصحابي الحلوين اللي حافظين الفاولز معايا. A E I O U. أيوة
ايوه يا مس كده فكرينا، هي دي الفاولز صح كده. طب يا مس ايه هو الكونسونانت ليترز؟ اي حرف غير الحروف دي، اي حرف B C D M L N Q، اي حرف غير A E I O U. خلاص يا مس احنا عارفين. لا يو يا مس خلاص، يو يا مس خلاص، يو. طيب خلاص هبطل اغني. يبقى انا لما الاقي عندي كلمه butterfly، butterfly اخرها اهو butterfly اخرها واي، وقبل الواي كان في consonant letter حرف ساكن، هشيل الواي وهحولها الى I E S. ده ليه يا مس؟ عشان اجمعها، عشان اقول I see 3 butterflies، I see 3 butterflies، I see 4 butterflies، أنا شايف 4 فراشات. طيب بعد كده قال لي طيب أنا لو عاوز أقول يوجد هقولها إزاي؟ قال لي there is، برافو، أو there are. إيه ده بقى؟ هتلخبطينا ليه يا مس؟ لا أنا مش هلخبطك، أصحابي يلا بينا على البورد. أنا عايز أقول يوجد، قال لي خلاص هقول there is، بس هو قال لي يا مس ان في حاجه اسمها there are. قال لي ايوه there is، قال لي هستخدمها مع السنجلر ناون. يعني ايه سنجلر ناون؟ سامعاكو، سنجلر ناون يعني اسم مفرد، حاجه واحده بس. فهقول there is a flower، توجد وردة. There is a bird، يوجد طائر. There is a butterfly، توجد فراشة. There is a tree، توجد شجرة. يبقى أنا هنا لما حبيت أقول يوجد أو توجد قلت إيه؟ قلت there is، there is، there is، وبعدها على طول جبت singular noun اسم مفرد، singular noun اسم مفرد. There is a flower، there is a bird، there is a butterfly، there is a tree. طيب لو يا مس بقى جمعنا، احنا لسه من شوية واخدين البلورال، لسه من شوية واخدين الجمع، وعندي butterflies وعندي birds وعندي flowers، هقولها there is برضو. قال لي ما ينفعش ابدا اقولها there is، امال هقولها ايه؟ قال لي هقولها there are. انا مثلا مش عندي وردة واحدة، انا عندي 3، قال لي هقول there are 3 flowers، there are 3 flowers. طب حلو جدا. طيب there is a bird، ده طائر واحد. طب انا عايزه اقول انه في 2، قال لي هقول there are 2 birds، there are 2 birds، there are 2 birds. طيب there is a butterfly، قال لي هنجمعها ونقول there are 4. فاكرين؟ قال لي ايوه butterflies اخرها IES، عارفين يا مس؟ there are 4 butterflies. نيجي هنا there is a tree، there is a tree. طب انا عايزه اقول في 5 شجرات، قال لي هقول there are 5 trees. يبقى انا هنا شفت there is بيجي بعدها singular noun، اما there are بيجي بعدها plural noun، بيجي بعدها ايه؟ plural noun اسم جمع. there is singular noun، there are plural noun، plural noun اسم جمع. there is a flower، واحدة. there are 3 flowers، 3. there is a bird، طائر واحد. there are 2 birds، طائرين. there is a butterfly، there are 4 butterflies. there is a tree،
there are 5 trees. كده أنا عرفت إزاي أستخدم there is و there are بكل بساطة. نرجع بينا للكتاب. قال لي هنا أهو هقول there is a أو an أو one. يعني لو كان عندي مثلا كلمة زي كلمة apple فهقول إيه؟ قال لي هقول there is an apple. ليه يا مس؟ أنا فاكرة عشان في السيشن اللي فاتت حضرتك قلتي there is an apple وقلتي apple علشان كلمة بتبدأ بvowel sound يبقى هنجيب قبلها an. برافو علينا. هنا قال لي أهو there is one bag. طيب there are قال لي هجيب بعدها plural noun. There are 3 books. قال لي to ask about the number of things عشان أسأل عن عدد الأشياء. قال لي يا مس هقول how many وهجيب هنا plural noun how many وهجيب هنا plural noun وبعدها على طول do you have أو are there. إزاي يعني؟ يلا بينا على البورد بتاعتنا. هنا قال لي علشان أسأل على العدد هقول how many وhow many معناها كم عدد. how many معناها كم عدد. بعدها على طول لازم أجيب البلورال noun. أوكي. بعدها قال لي حاجتين، يا إما أقول do you have واحط الكويستشن مارك بتاعتي، يا اما هقول خلونا بس نشيل ده، يا اما هقول are there واحط برضو الكويستشن مارك. السؤال كده معناه ايه؟ قال لي how many تعالوا كده بصوا how many plural noun يعني apples اسم جمع او اي حاجة انت عايز تسأل على عددها. how many apples do you have؟ how many apples do you have؟ كم عدد التفاح اللي معاك؟ كم عدد التفاح اللي بتمتلكه؟ how many apples do you have؟ لما اجي اجاوب هقول I have مثلا 3 apples. I have 2 apples. ممكن أقول I have 4 apples. يبقى أنا لو جه سألني وقال لي how many apples وهنا do you have لازم أقول I have. كم عدد التفاح لديك؟ فهقول أنا لدي I have 3 apples. I have 2 apples. I have 4 apples. خلاص يبقى أنا كده أول حاجة عرفتها السؤال ده how many apples do you have؟ how many apples do you have؟ قال لي I have 3 apples. I have 2 apples. I have 4 apples. طب لو جاب لي بقى السؤال التاني اللي هو ايه يا مس؟ قال لي هنا how many bags ده البلورال ناون بتاعي. هو قال لي how many لازم يجي بعدها على طول ايه؟ قال لي plural noun. how many bags are there؟ كم عدد الشنط هناك؟ how many bags are there؟ قال لي لما اجي اجاوب بقى هقول there are مثلا 5 bags. تمام. أو there are 3 bags. كمان ممكن أكتبها بالشكل ده there are 3 bags. يبقى أنا لو جه سألني وقال لي how many bags are there هقول إيه؟ there are. how many bags are there هقولها there are. how many bags are there هجاوب وأقولها there are وأقول العدد there are 5 bags.
there are 3 bags. There are 3 bags أو there are مثلا 4 bags. تمام كده؟ تمام. تعالوا بينا نرجع تاني هنا. أنا عارفة إن صوتي بيروح ويجي فمعلش اعذروني. How many books do you have؟ راح جاوب وقال لي I have 4 books. I have 4 books. How many butterflies are there؟ كم عدد الفراشات هناك؟ راح قال لي there are 2 butterflies. There are 2 butterflies. Number 4 قال لي to ask about ability of doing something. عشان أسأل على القدرة على فعل شيء ما. طيب يعني إيه القدرة؟ قال لي ability أنا أقدر، أنا أستطيع. هنسأل إزاي؟ قال لي can you أنا هسأل إزاي؟ قال لي can you. ده معناه إيه؟ قال لي ده معناه إنه الability عشان أسأل عنها لازم أستخدم can. وده معناه كمان إنه can بتعبر عن الability، بتعبر عن القدرة. I can أنا أستطيع، I can أنا قادر. يبقى أنا عندي هنا هسأل بcan you. طيب بعدها هيجي إيه؟ قال لي بعدها هيجي infinitive. يعني إيه infinitive؟ قال لي يعني الverb بتاعي بدون أي إضافات زي ما إحنا كده حافظينه. count, play, eat, drink, run. كل الverbs اللي إحنا حافظينها بدون أي إضافات. الverb بتاعي، الفعل بتاعي لما بيكون بدون أي إضافات أنا بقول عليه infinitive، وده بيكون البيسك form of the verb. هنا بقى بيقول لي can you count the flowers؟ هل تستطيع أن تعد الورد؟ Can you count the flowers؟ هل تستطيع أن تعد؟ هل تستطيع؟ Can you count؟ فقال لي 1 2 3 4 5. فهقول له هنا okay there are 5 flowers. There are 5 flowers. يبقى أنا كده شفت هنا علشان أسأل على القدرة على فعل شيء ما to ask about ability of doing something هقول can you، وهجيب بعدها على طول verb بدون أي إضافات، فعل في المصدر بدون إضافات. السؤال بتاعي هنا can you count the flowers؟ Can you count the flowers؟ هل تقدر أو هل تستطيع أن تعد الورد؟ راح قال لي okay there are 5 flowers. بعد كده هلاقي عندي هنا البوب كويز وقال لي I one brother. I إيه؟ قال لي I have. برافو علينا. How many؟ قال لي how many يا مس عاوزة بعدها plural noun، يبقى how many flowers are there. Number 3 there are إيه؟ قال لي there are flowers. are يبقى ده plural، يبقى there are 3 flowers. Number 4 can و is. You count the books. أنا هنا بسأل على القدرة على عد شيء، يبقى can you count the books؟ can you count the books؟ بعد كده هلاقي عندي جزء الهومورك علشان نحفظ النمبرز. حبايب قلبي وصلنا للوقت المفضل عندنا في اليونت بتاعنا phonics time lesson 4، والنهارده هنبدأ نتعرف كمان مع بعض على صوت من الأصوات الجديدة. وعندي النهارده letter H and the sound is H and the sound is برافو علينا. H hair hair H horse H horse H hat H hands H house house. يبقى أنا عندي هنا H and the sound is the first one is hair horse hat
hat, hands, hands, hands. house, house, house. كمان هنلاقي عندنا حرف جديد وصوت جديد. عندي دلوقتي letter D, D, and the sound is D, 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 D. طيب هنلاقي عندنا D, D, door, D, D, door, D, D, dog, D, D, dog, D, D, drum, D, D, drum, D, D, drum, D, D, duck, D, D, duck, D, D, doll, D, D, doll, D, D, doll. يبقى أنا كان عندي letter D, D, and the sound is D, 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 D. كان عندي door, door, dog, dog, drum, drum, duck, duck, doll, doll. طيب كده احنا شفنا مع بعض الكلمات بتاعة الفونكس اللي موجودة عندنا في lesson 4. هيكون عندنا كويز عليها وجنرال اكسرسايز سهل جدا كده. وصلنا دلوقتي مع بعض هنكتب مع بعض letters by directions، وهنيجي للتر H وهنكتبه line down, line down, dash. One more time. Line down, line down, dash. And this is the capital H. And small h, line down, one hill, line down, one hill. One more time. Line down, one hill. طيب هنكتب مع بعض بعدها على طول بالاتجاهات الصحيحة letter D. وهنكتبه ازاي؟ اللي هنعمل line down, have a big circle. One more time. Line down, have a big circle. Capital D. Small d, small half a circle. Line down. Small half a circle. Line down. D, 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 D. H, H. أصحابي وصحباتي كده وصلنا مع بعض لنهاية يونت 3. أي اكسرسايز عايز تحله حله، ولو عايز تشوف الإجابات الصحيحة هتلاقيها عندنا على قناة التليجرام. دلوقتي خلصنا السيشن بتاعت النهاردة، خلصنا شرح يونت 3 كلها. هستناكم في حلقات تانية جاية كتير علشان نكمل شرح باقي المنهج، وهتوحشوني جدا جدا قوي خالص. وبس كده خلاص.